هي من أقوى القبائل من أتباع موسى عليه السلام، وكانوا عايشين مع المسلمين، وكانوا عاهدوا رسول الله أن لكم دينكم ولنا دين، وسبق لهم هددوا وتحدوا النبي عليه الصلاة والسلام. ومن مجرد ما نقضوا العهد عاشوا أيام كحلة، وبسبب امرأة مسلمة حرك النبي عليه الصلاة والسلام جيش بأكمله وعاقبهم أشد العقاب. وكانت هذه أول قبيلة يهودية تخون العهد مع المسلمين. السلام عليكم، نتمنى تكونوا في احسن الاحوال. ما تنساش دير السماعات وتاخذ لك شي كوان ترونكيل وتكونسونطرا معايا مزيان. وقبل ما نبداو ما تبخلش علينا بشي لايك وشي تعليق باش نهزوا شويه بهذا المحتوى اللي للاسف حتى واحد ما بقى باغي. معركه بنو قينقاع هي واحد المعركه اللي وقعت من بعد معركه بدر تقريبا بواحد 6 شهور. وهاد بني قينقاع هي قبيله من اتباع موسى عليه السلام اهل التوراة، لا ما نذكروا سميتهم المشهوره حرفيا في الفيديو. المهم هاد بنو قينقاع كانوا عايشين في المدينه مع النبي عليه الصلاه والسلام والمسلمين، وبالضبط في اطراف المدينه. فاش كان هاجر النبي عليه الصلاه والسلام من مكه للمدينه كان عرض عليهم الاسلام وجاب لهم البينه والحجه على انه رسول الله، وهو ديجا عندهم مذكور في كتابهم بالتفصيل، ولكن هما ما تقبلوش لسبب بسيط، لانه ماشي منهم بحال موسى. المهم فاش ما بغاوش يسلموا خلاهم النبي عليه الصلاه والسلام على راحتهم، ولكن دار معاهم واحد المعاهده على اساس ان لكم دينكم ولنا دين، وما تقيسونا ما نقيسوكم، كل واحد يعبد بالطريقه اللي كتناسبه مقتنع بها. قالوا اوكي كلامك هو الكبير وكلامك معقول، ولكن هما من الداخل كانوا قلوبهم كحله وكلها حقد وبغض على النبي عليه الصلاة والسلام. وهاد بنو قينقاع كانوا حريفية وصنايعية، كيصايبوا داكشي ديال الحيلي والمجوهرات، وكيصايبوا حتى الأسلحة السيوف والدروع وداكشي. وهذا الشيء خلاهم يكونوا من أقوى القبائل، وعندهم 700 محارب، أن السلاح عندهم بكثرة، وفي ذاك الوقت ماشي أي واحد يقدر يمتلك سلاح كان ساوي. المهم هاد القوم كانوا من أكبر المحرضين على المسلمين وعلى النبي عليه الصلاة والسلام، وكانوا كيدعموا المنافقين بشكل كبير، وكانوا كذلك كيحاولوا يديروا مجهود كبير باش ينشروا الفتن ما بين المسلمين أنفسهم. يعني من بكري كانوا مآمنين بفكرة فرق تسد، ولكن داكشي كانوا كيديروه غير من تحت لتحت. والنبي عليه الصلاة والسلام كان كيدير عين ميكا كيميك عليهم، كيقول دابا يهديهم الله ويتبدلوا مع الوقت. ومن بعد ما انتصروا المسلمين في معركة بدر اللي كانوا فيها المسلمين غير 300 واحد، وانتصروا على جيش قريش اللي فيه أكثر من 1000 محارب، أكثر وحدين غبنهم هذا الانتصار ديال المسلمين كانوا هاد بنو قينقاع. معركة بدر راه ديجا درت عليها فيديو تلقاوها في الوصف. المهم من بعد معركة بدر النبي عليه الصلاة والسلام تجمع بهم واحد النهار في السوق ديالهم، ولقى عليهم واحد الخطاب قال لهم: يا معشر اليهود احذروا أن ينزل عليكم الله مثل ما نزل بقريش من النقمة، وأسلموا إنكم قد علمتم أني نبي مرسل، وتجدون ذلك في كتابكم وفي عهد الله إليكم. يعني هو مذكور في كتابهم، وهم في نفوسهم وفي قرارة نفوسهم عارفين أنه نبي، ولكن ما تقبلوش لأنه ماشي منهم. وعرفتوا شنو كان جوابهم على خطاب النبي عليه الصلاة والسلام؟ قالوا له: يا محمد لا يغرنك أنك لقيت قوما لا علم لهم بالحرب، فوالله لو حاربتنا لعلمت أننا نحن الناس. زعما لو حاربتينا احنا تعرفنا باللي احنا هما الرجال ديال بصح. يعني تهديد وتحدي صريح النبي عليه الصلاة والسلام. المهم النبي خلاهم على راحتهم ومشى، وهما استمروا على نفس النهج، الابتسامة والبشاشة في الوجه والمكر والخديعة في الظهر. حتى لواحد النهار واحد المرأة مسلمة مشات للسوق ديالهم اللي ديجا قلنا انهم معروفين حريفيه وكيصايبوا المجوهرات وداكشي، باش تقدا شي حويجات لراسها. تما شي بعضين بداو كيتحرشوا بهاد المراه المسلمه، وبغاو يحيدوا ليها النقاب ديالها، وهي كتقاوم وما باغاش، لان النقاب باش تكشف على الوجه ديال المسلمه كان حاجه عظيمه في ذاك الوقت. وناض واحد فيهم وعقد ليها حوايجها او ربطهم، وفاش جات المراه باش تمشي بحالها تحيد ليها لباسها وبانت العوره ديالها، وهما كيضحكوا ويستهزئوا بها. وشافهم واحد من المسلمين وجاتو النفس على اخته المسلمه، خدا السيف ديالو وقتل مول الفعله، وتحاموا عليه هاد بنو قينقاع وقتلوا الرجل المسلم. وهنا رسميا دبروا عليها. ووصلت الخبر النبي عليه الصلاه والسلام، وناض كتب واحد الرساله تنديديه كيندد بهذا الشيء اللي طرا، وانه احنا ما عجبناش الحال، وباللي احنا راه بقى فينا الحال وزعلانين بزاف. وخرجوا المسلمين في وقفات احتجاجيه ولكن سلميه كيعبروا على الانزعاج ديالهم من هذا الشيء هذا. واش من نيتك؟ ناض النبي عليه الصلاة والسلام وجمع الجيش وجهزوا وقصد بني قينقاع. شرف المسلمين هذا الشريف ما كاينش اللعب. خواو بالعهد اللي بيناتنا دابا نوريوهم العين الحمراء. عرفتوا شنو داروا خوتنا اللي كانوا قالوا والله لو حاربتنا لعرفت اننا نحن الناس؟ دخلوا الحصون ديالهم وتخباو وسدوا البيبان، وما كيتسمع لهم حتى صوت، مع العلم انهم عندهم 700 محارب وعندهم من العتاد والعده ما يفوق المسلمين، وبقاو مخبيين في هذه الحصون
15 يوم والمسلمين محاصرينهم وكيسينوهم برا، حتى دازت 15 يوم وهما خرجوا باش يحاربوا؟ لا، خرجوا هازين يديهم ومستسلمين. وهنا النبي عليه الصلاة والسلام عطى أمر باش يتكتفوا كلهم ويتنحروا كلهم. غادي يقتلوا 700 واحد لمجرد أنهم تحرشوا بمرأة واحدة وقتلوا مسلم واحد. إيه معلم، باش يبقاو قدوة وعبرة لمن يعتبر بأن شرف المسلمين خط أحمر، وإذا نقضت العهد مع رسول الله فانتظر الأسوأ. ولكن قبل ما يتنفذ فيهم الحكم تدخل رأس المنافقين عبد الله بن أبي بن سلول، هذا اللي كان كيتظاهر أنه دخل الإسلام ولكن هو غير منافق. وقال له يا محمد أحسن في موالي، لأنهما كانوا مواليين ليه وكانوا حلفاء ديالو، والنبي عليه الصلاة والسلام ما بغاش، كيدير راسو ما سمعوش، وبقى هذا المنافق هذا لاصق في النبي عليه الصلاة والسلام، يطلب ويزاوق حتى وافق النبي عليه الصلاة والسلام وقال ليه هم لك، ولكن بشرط يهزوا شطيطهم ويخرجوا من المدينة. ما بقيناش باغيين جيران بحال هادو. الطرد الجماعي يا معلم. قال لك لو حاربتنا لعلمت أننا نحن الناس. وهكذا كانت معركة بنو قينقاع اللي ما سالت فيها ولا قطرة دم، لا من المسلمين ولا من أتباع موسى عليه السلام، وخرجوا من المدينة متجهين للشام، ويقال أن أغلبهم ماتوا في الطريق. المهم كانت هذه هي أول قبيلة يهودية كتنقض العهد مع النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا كان أول عقاب نزل على أتباع موسى عليه السلام من عند النبي عليه الصلاة والسلام ومن عند المسلمين. الفيديو ديالنا كان شوية خفيف ظريف، كنتمنى يكون نال الإعجاب ديالكم. ما تبخلوش علينا بلي لايك وتخلونا شي تعليق فيه تحفيز ولا تشجيع ولا الصلاة على النبي باش يطلع لنا بزاف ديال الناس. السلام عليكم.